السلام عليكم. بشوية رز وصدر فرخة عندك هاتيهم وتعالي نعمل وصفة ولا أجمل من كتر حلاوتها وطعمها. هتدمنيها وهتعمليها دايما. ما تنسيش تتابعي الفيديو للآخر وما تنسيش اللايك. أول حاجة هنسمي بسم الله وهنجيب طاسة وهنزل بشوية زيت حلوين. تمام. هجيب بصلتين وسط وهقطعهم بالشكل اللي انتوا شايفينه كده حلقات. هشوح البصل وبعد ما البصل يدبل معايا وياخد لون بالشكل ده معايا صدر فرخة غسلته كويس جدا وقطعته شرايح. اول ما انزل بيه ما اقلبش على طول، يعني استنى شوية وبعدين اقلب. تمام. هو انا عشان مسرعة بس الفيديو شوية. وبعد ما ياخد معايا لون، يعني اول ما الفرخة تاخد السوا، يعني اول ما تخش بالسوا كده شوية، معايا كام قرن فلفل كده الوان، كام حباية كده من فلفل الالوان. تمام. هقطعهم برضو شرايح وهنزل بيهم بالشكل ده. هقلب بالشكل ده وهنزل بالتوابل بتاعتي. التوابل بتاعتي عبارة عن ايه؟ ملح، فلفل اسود، وكمان توابل الفراخ، وكمان هنزل بمعلقة صغيرة من الكاري. الكاري يا جماعة بيدي طعم حلو جدا جدا للوصفة دي. تمام. احنا كده بنعمل الشاورما. نزلت كده بالكاري وهقلب واول ما تستوي معانا طبعا بص هي كده خلاص تمام كده معانا، هي كده استوت. تمام. هقفل عليها ونخش على الوصفة التانية. معايا كده هنجيب بقى حلة وهنزل بشوية زيت حلوين ومعلقة كبيرة كده من السمنة. تمام. معايا كده كام حباية كده من البطاطس، هغسلها كويس جدا. هقشرها بمقشرة البطاطس واغسلها كويس جدا وهقطعها. هقطعها صغنن كده، يعني مكعبات صغننة خالص مش كبيرة. بصي بقى التركة الحلوة بقى اللي هتديكي طعم حلو جدا جدا وانت بتشوحي البطاطس بالشكل ده. انزلي بقى بمعلقة بصي بنص معلقة كبيرة، نص معلقة كبيرة من الكركم. عايزة اقولك ان الريحة بتبقى خطيرة خطيرة قوي وانت بتشوحيها بالشكل ده. ولو احتاجت معاكي كركم تاني وانت بتشوحي الرز انزلي بشوية كمان. هنزل بنص كيلو من الرز وهبتدي ان انا اقلبهم بالشكل ده. تمام. انا دلوقتي في الوقت ده حسيت ان هي محتاجة كمان كركم فزودت شوية. يعني زي ما قلت لك لو انت حسيت ان هي محتاجة لون زودت شوية من الكركم. عايزة اقولك ان الكركم صحي جدا صحي جدا يعني. تمام. وعايزة اقولك ان الرز بالبطاطس، عايزة اقولك لو جربتيها طعمها حلو قوي قوي. وكمان لو عندك طفل صغير مفيدة جدا جدا للاطفال. يعني احنا حطينا قيمة غذائية في الرز، زودنا بطاطس، ممكن تزودي اي خضار تاني في الرز تبقى قيمة غذائية جدا لطفل صغير وبتبقى جميلة جدا يعني. هنحط بقى المية المظبوطة ونحط الملح المظبوط. شايفين بقى ما شاء الله بعد ما استوى بقى عامل ازاي مفلفل وجميل جدا. لو وصلت لحد هنا اما ما تنسيش تعملي لايك واشتراك للقناة وتفعلي علامة الكل. تمام. عشان يوصلك كل جديد بإذن الله. وجربي بقى الوصفة دي. عايزة اقولك لو دقتيها هتدمنيها، طعمها حلو جدا. هغرف بقى بالشكل ده. شايفين منظر الرز مفلفل ازاي، طعمه جميل جدا بالبطاطس، طعمها حلو قوي. هنزل بقى بالشاورما. شايفة الشاورما شكلها حلو قوي. الف هنا وشفا لو عملتيها ان شاء الله هتطلع من ايدك زي العسل. اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.